يا مساء الفل. زي ما وعدت في الفيديو اللي فات اللي شفنا فيه بعض الوظائف المتاح ريموتلي او اللي ينفع تشتغلها من البيت، وشفنا بعض برضو متوسطات المرتبات في الشركات دي، ان انا هتكلم انا ازاي بدأت اشتغل ريموتلي او من البيت من سنة 2014 في شركة بعقد كامل وبمرتب شهري. ايامها كانت فكرة الشغل من البيت او الشغل اونلاين يعني ما كانتش موجودة او مفهومة عند ناس كتير حتى في المجال بتاعنا. في الفيديو ده انا الحقيقه الحاجات الواضحه اللي انت هتتعلمها انا مش شايفها كتيره، ولكن انا حابب احكي لك بما ان احنا بنتكلم عن الشغل الاونلاين او الشغل الريموتلي اللي هو من البيت، فحابب احكي لك الموضوع من الاول خالص. واي حاجه تشوفها مفيده في الفيديو ده خدها، اي حاجه شايفها انا عملتها غلط تتجنبها. فان شاء الله الفيديو هيكون فيه بعض الحاجات المفيده. كوبايه القهوه ويلا نبدا. انا خريج جامعه القاهره كليه حاسبات ومعلومات. انا خريج سنه 2013 وانا داخل الكليه 2004، فقعدت 9 سنين في الكليه. ولكن ده مش موضوع الفيديو، ممكن برضه نعمل له فيديو تاني او على قناه تانيه. لكن انا مهم اتخرجت زي اي حد، كنت بدور على شغل. وطبعا كان الشغلانه اللي ناس كتير بتحلم بيها هي يا اما شغال في بنك او تشتغل في شركه بترول. وكان بعض المعارف عرفونا على الشخص ده كان بيقدر يساعدك انك انت تشتغل في شركه من الشركات دي اللي هي سواء كان بنك او شركه بترول، وكان بياخد مقابل. يعني تشتغل او يشغلك في شركه، بعد ما تشتغل خالص بتدفع له مبلغ مالي. سنه 2014 كان مبلغ كبير بالنسبه للسنه دي. انا كان معايا ساعتها كنت في الجامعه علشان مصاريف وكده، كنت بشتغل فريلانس على موقع اسمه فايفر، على اب وورك بتاع زمان. هو ما كانش فيه اب وورك زمان، كان اوديسك تقريبا. فكنت شغال في المواقع دي بفريلانس، بعمل تاسكات بسيطه باستخدام ووردبريس ساعتها. فكان موضوع ان احنا نوفر الفلوس للراجل ده ما كانتش مشكله. فالمهم الراجل ده كان مطلوب منك انك انت تطبع السي في بتاعك، وكنت تنزل معاه بصفه شبه يوميه في التجمع الخامس. كنا بننزل نروح على بنوك، نروح على شركات بترول، بنسيب السي في بتاعنا وبنتكلم مع شويه ناس كده. فالمهم في يوم 19 يونيو 2014، عمر ما هنسى التاريخ ده، كان المفروض احنا هنروح في شركه مشهوره جدا من شركات البترول اللي في التجمع الخامس، وان انا هسيب برضو السي في بتاعي وهنقابل ناس في قسم الاي تي وهنشتغل. يعني ممكن الشركه دي هي اللي هشتغل فيها. تمام، شركه بترول لواحد لسه متخرج، يعني ده فضل ونعمه. رحت مع الراجل ده، قابلته الساعه 7:15، كان في مدينه نصر، وهنركب العربيه بتاعته وهنطلع على التجمع الخامس. وصلنا تقريبا الشركه الساعه 8 صباح. دخلت شفت مكان الاي تي، الاجهزه والكلام ده، وانا ما كنتش عارف ايه الشغلانه بالظبط. ولكن فضلنا قاعدين، ومفروض ان هو هيجيب حد هيعمل لي انترفيو، وانا قاعد مستني. قعدت من الساعه 8 شاي، بشرب سجاير فشربت سجاير، قهوه في شاي في قهوه في شاي في قهوه، لحد الساعه 2 الظهر. من 8 صباحا للساعه 2 الظهر، لحد ما قلت طب هطلع اسال ايه اللي بيحصل. طيب عرفت ان الراجل ده قاعد في مكتب مدير مالي في الشركه. هو الراجل اللي رايح معاه قاعد في مكتب المدير المالي بتاع الشركه. طلعت خبطت على الباب وفتحت الباب. وبعدين لما بتفتح الباب كده بتدخل، بس ما فتحتوش على الاخر وما دخلتش، بس بفتح. فبقول لهم لو سمحتوا انا قاعد من بدري، هل في حد هيقابلني ولا بالظبط ده اللي حصل؟ لو سمحتوا في حد، انا قاعد من بدري تحت، في حد هيقابلني ولا لا؟ الراجل عمري ما هنسى شكله، قايم بيقول لي بمنتهى مش عايز اقول اي كلمه مش كويسه، ولكن قال لي بنفس الكلام بنفس الحرف: هو احنا هنسيب اللي ورانا ونشوف انت عايز ايه؟ بطريقه ما كانتش كويسه. انا كنت لسه ماسك اكره الباب بايدي، رحت قفلت الباب، نزلت. لا كلمت الراجل اللي هو كنت معاه اصلا، وكنت دافع له مبالغ مش المبلغ الرسمي او المبلغ الاخير، لا كان في مبالغ في النص كده بندفعها الناس. ونزلت ما كلمتوش، خدت تاكسي ورحت. كنت قاعد في مدينه نصر، وكان بلبسي اللبس اللي انا كنت فيه، فتحت اللابتوب بتاعي وكتبت ووردبريس جوبس اونلاين، او ما كانتش كلمه فروم هوم دي برضو، كانت لسه اعتقد ووردبريس جوبس اونلاين. المهم طلعت لي شركه طالبه ديفلوبرز وطالبه سبورت. قدمت فيها، ده كان يوم 19 يونيو،
ومش فاكر الحقيقه كنت قدمت في شركات تانية ولا لا، بس ساعتها انا ما كنتش لاقي اصلا شركات كتير على ما اتذكر. ما لقيتش غير شركتين 3 وما كانش غير في واحده بس هي اللي طالبه وظايف. فالمهم قدمت في الشركه دي. بعديها ب4 ايام اللي هو كان يوم 23 بقى يونيو، كان رمضان فاضل عليه حاجات بسيطه خالص ساعتها في 2014. كان رمضان بعديها ب10 ايام او حاجه زي كده. بعديها هم ب4 ايام بعد ما بعت الايميل ردوا عليا طالبين شويه حاجات زياده، وانا كنت بقدم على سبورت مش ديفلوبمنت. كنت عايز بس اشوف في الحياه دي ان انا اشتغل من البيت دي ازاي، او الموضوع ما كانش في حد بيتكلم عن الموضوع ده كتير. كان الموضوع بالنسبه لي يعني لسه هجرب. وكان الحمد لله يعني الايميل اللي انا بعته كان مهندم، كان ايميل مكتوب بطريقه كويسه، وكان الاتش ار بيرد عليا. اي نعم ما كانش وقتي، بس انا كنت برد وقت ما بيبعتوا لي الحاجه برد بسرعه، بكتب الانجليزي متاكد ان هو صح. ولكن بعديها ب5-6 سنين عرفت ان الانجليزي بتاعي ما كانش 100% هو اللي ينفع اتكلم بيه بالطريقه دي مع ناس مختلفه، مع السي او مع الاتش ار او مع كذا. ولكن كانجليزي كجرامر صح. عشان كده بقول زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات برضو ان احنا هنقعد نتكلم شويه عن موضوع كتابه الايميلات، كتابه السي في، كتابه الكفر ليتر والحاجات دي بطريقه حديثه، او طريقه تخلي اللي يقرا الكلام ده يعرف انك انت بتعرف تكوميونيكيت كويس، لان انت شغال ريموتلي وشغال اونلاين. فانت لو ما بتعرفش تكتب كويس كانك رايح شركه ما بتعرفش تتكلم. ما ينفعش. انت لو رايح شركه فيزيكال او شركه شغل على ارض الواقع ما بتعرفش تتكلم، دي فيها مشكله. نفس الكلام برضو انت ما بتعرفش تكتب كويس في الشركات وانت شغال ريموتلي، دي مشكله كبيره جدا. فعملت الانترفيو معاها، وعملت الانترفيو التكنيكال، واتقابلت في الشركه بساعتها مرتب 4 أضعاف اللي أنا كنت طالبه. وكان ساعتها زي ما قلت بالدولار، كان ساعتها الدولار ب6 جنيه وشوية. طبعا ده كان ساعتها يعني حاجة كويسة. ولكن اللي حواليا، أنا كنت قاعد في مدينة نصر مع أصدقائي، وممكن يشوفوا الفيديو ده ويطلعوا يكذبوني لو أنا بقول كلام غلط. هم كانوا كلهم شغالين برضو سوفت وير انجينيرز أو مطورين أو ديفلوبرز، وكانوا شغالين في مدينة نصر. هم مش مدينة نصر، كلنا كنا قاعدين مأجرين شقة وقاعدين فيها. وكانوا يوميا الصبح بياخدوا اللابتوب بتاعهم مش لابتوب الشركه، بياخدوا اللابتوب بتاعهم يطلعوا يركبوا مواصلات ويروحوا الشركه يفتحوه علشان يقعدوا يشتغلوا على اللابتوب بتاعهم. طيب انا كنت بقول لهم طب ما تقعد في البيت وهو تجي لك التاسكات وتعمل الشغل ده. المهم ان هم كانوا الصبح، انا كان اوضتي جنب باب الشقه، فهم بيعدوا الصبح، انا صاحي من النوم بدري شغال، وهم بيعدوا رايحين الشغل. طبعا كل انواع التريقه، ابقى اطبخ النهارده، ابقى امسح يعني انا قاعد، بما اني قاعد في البيت، لانه ما كان بيقول لي هو حد شغال من البيت، هو ده شغل؟ بما ان عشان انا صحيت من النوم وقعدت على كرسي بدل ما اروح شغل. وكان بعض الناس الاقارب جدا يعني يقولوا لي انت شغال جاسوس. فالموضوع ساعتها كان بالنسبه للناس مش مفهوم او كوميدي، غير دلوقتي خالص طبعا. فانت دلوقتي لو اشتغلت اونلاين او اشتغلت ريموتلي، الناس مش هيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب، او بالنسبه لهم هيبقى الموضوع مفهوم. واللي كانوا معايا في الشقه دول هو احنا كنا تقريبا 4-5 اصدقاء. 2 منهم اشتغلوا معايا في نفس الشركه، و2 منهم اللي كانوا بيتريقوا اكتر ناس هم اللي اشتغلوا معايا في نفس الشركه. في منهم واحد لحد دلوقتي شغال في الشركه دي، وواحد منهم ما قدرش يكمل في الشركه. طيب ليه ده كمل وليه ده ما كملش؟ ليه انا كملت؟ ليه اروح شركه تانية؟ ليه؟ كل الكلام ده هنبص عليه او هنشوفه في الفيديوهات زي ما قلت اللي جايه. لان الشغل الاونلاين او الشغل الريموتلي مش انك تصحى من النوم وتقعد تشتغل بلبس البيت وخلاص. يعني الشغل الريموتلي او الشغل الاونلاين محتاج مجهود كبير جدا، محتاج منك حاجات كتيره هنشوفها في الفيديوهات ان شاء الله اللي جاي. فالفيديو اللي جاي اللي هو الفيديو الثالث في السلسله هنتكلم فيها على ازاي تلاقي الشركات اللي تدور على ناس عايزينك في المجال بتاعك. هنعرف ازاي تعرف متوسط المرتبات للشركه دي لو الشركه دي مش عرضاها على الموقع بتاعها. لان في شركات زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، في شركات بتحط متوسط المرتبات في الابلكيشن نفسه، وفي شركات تانية زي ما احنا هنشوف دلوقتي بتعمل المرتبات بابليك لكل الناس، ده بياخد كام وده بياخد كام وده بياخد كام. هما في بعض الشركات ثقافتهم كده، وفي بعض الشركات ما بتقولش حاجه خالص عن المرتبات. طب نعرف ازاي؟ لو انا عجبتني وظيفه في شركه ما، عايز اعرف متوسط المرتبات كام، علشان وانا بقدم اعرف اقول انا الاكسبكتد سالري بتاعي كام. زي ما قلت لك انا في الشركه بتاعتي اول ما اشتغلت اونلاين قلت مرتب قليل جدا، لان كان بالدولار، اديني اي حاجه بالدولار ساعتها، وخدت هما ادوني 4 اضعاف. طب هل انا لو كنت طلبت اكتر كانوا هيدوني اكتر ولا لا؟ فنعرف ازاي تقول الاكسبكتد سالري، ازاي تعرف الشركه دي بتدي مرتبات كام، وكمان ازاي تلاقي الشركه او تلاقي الوظيفه المناسبه ليك.
ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه عشان تشوف الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ولو عايز تساعدني او تساعد القناه دي، يا ريت تعمل لايك، وعندك اي سؤال سيبه في الكومنتات وانا هرد عليه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.